بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم الكلام على معنى قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن الصلاة إذا لم يقمها العبد كما هو مأمور فلن يحصل له هذه الثمرة، وهو أنه ينتهي عن الفحشاء والمنكر، وإنما تحصل هذه الثمرة إذا أقامها إقامة تامة كاملة ليس فيها ناقض ولا ناقص. ومر معنا أيضا حكم تارك الصلاة والمتهاون فيها، ثم قال حفظه الله: الركن الثالث من أركان الإسلام، قال: إيتاء الزكاة. قال: وهي جزء من المال مخصوص يأخذه صاحب المال من ماله ليطهر به نفسه ويحفظ به ماله طاعة لله جل وعلا وسدا لحاجة الفقراء، ولها مقادير وأنصاب لن نتكلم عنها في مقامنا. نعم، هذا هو الركن الثالث وهو الزكاة، وعرفها بأنها جزء من مال مخصوص يأخذ صاحب المال من ماله، جزء من مال مخصوص في وقت مخصوص إذا حال عليه الحول، إذا حال عليها الحول. فالزكاة لا تجب إلا بشرطين، لا تجب إلا بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ المال النصاب، يبلغ نصاب أي يصل المال إلى حد يكون هذا المال بالغ للنصاب تجب فيه الزكاة، وهذا ليس بابه هنا كما ذكر المؤلف، وإنما بابه في كتب الفقه، إنما نذكر إشارات. الشرط الثاني أن يحول عليه الحول. معنى يحول عليه الحول مثلا في هذا رمضان ملكت مثلا كم المبلغ هنا، مثلا نقول 20 مليون ربية، 20 مليون ربية ملكته. هذا المال تجب فيه الزكاة، بلغ النصاب، 20 مليون مثلا بلغ النصاب، ملكته في رمضان. متى تجب علي الزكاة؟ إذا بقي هذا المال معي إلى رمضان الآخر، هنا تجب الزكاة. لكن الآن ملكت 20 مليون، مر شهرين أو 3 أشهر صرفت هذا المال، ما عندي مال آخر، لم تكن ما عندي 20 مليون، أنا ملكت هذا الشهر 20 مليون، مرت شهر شهرين ما عندي، ذهب هذا المال صرفته، جاء رمضان الآخر وليس عندي ذلك المال، فما تجب علي الزكاة، ما تجب عليه الزكاة، لأن المال لم يحل عليه الحول، لابد أن يحول عليه الحول أي سنة كاملة، وأنت مالك لهذا المال، وأنت مالك
لهذا المال، مالك للنصاب، مالك للنصاب. قال: إلا أن من المهم ذكر أن مانع الزكاة فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب الذي لا يؤدي زكاة ماله. وقبل ذلك فالزكاة تطهير للنفس وكذلك للمال، زكاة للمال، تطهير للمال من ما يحصل من النواقص والشوائب، وقد يحصل بعض المخالفات. فالزكاة تطهير للنفس وتطهير للمال، طاعة لله عز وجل وسدا لحاجة الفقراء والمساكين، هناك فقراء ومساكين، فهؤلاء يعطون من الزكاة لكي تسد حاجتهم وفاقتهم. ولو أن المسلمين في هذا الزمان قاموا بهذا الركن حق القيام، فأدى كل من وجبت عليه الزكاة زكاة ماله، لم يبقى هناك فقير ومحتاج. ولكن لأن كثير من المسلمين أخل بهذا الركن بسبب البخل، أخل كثير من أصحاب الأموال أرباب الأموال بهذا الركن، فتراهم لا يؤدون زكاة المال، وهذا بسبب ظنهم أن زكاة المال تنقص ماله، وهذا خطأ، بل زكاة المال سبب لزيادة المال، زكاة المال سبب لزيادة المال. أنفق يا ابن آدم، أنفق ينفق عليك، أنفقي أو انفحي أو انضحي ينفق عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة. فالمال وما تنفق من شيء فهو يخلفه، والله خير الرازقين، وما تنفق من خير فهو يخلفه، والله خير الرازقين. هذا لمن أيقن وتوكل على الله وعلم حقيقة الزكاة وفضل الزكاة. فإذا أنفقت من مالك فاعلم أنك قد عملت بسبب لزيادة مالك، بل من أعظم أسباب زيادة المال. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء، ينزلهم الله عز وجل ويأمرهم بالنزول، فيقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا. تدعو لك الملائكة
وتدعو عليك الملائكة. أما البخيل الذي يمنع زكاة ماله فهذا تدعو عليه بالتلف، ذهاب المال والخسارة. اللهم أعط ممسكا تلفا، أي ذهابا لماله ولا بركة في ماله. وهذا مشاهد ومعلوم أن البخيل لا يجد بركة في ماله، لا يجد بركة في ماله. ويقول الآخر، الملك الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا. إذا أنفق أعطيه خلف، ويكون الخلف أفضل مما أنفق. وهذا أمر أيضا مشاهد ومعلوم ومحسوس، شاهد ومعلوم ومحسوس. فمن كثرت نفقاته كثر ماله، من كثر إنفاقه كثر ماله، ومن قل إنفاقه ومن بخل فإنه يقل ماله، بل ويضمحل، بل ربما ويذهب ماله كله، ربما يذهب ماله كله. وكما مر معنا هذا أمر مشاهد ومعلوم، ورأينا وقد يكون الكل رأى مثل هذا. هناك تاجر كان يستورد الأرز فقط، الرز، عرفتم الأرز؟ هذا في اليمن، يستورد الأرز فقط، يعني من الخارج يأتي بالأرز ويبيعه، ولكنه ينفق نفقة يعني كثيرة يتعجب منها. كان يصل أن يعطي في الشهر جهة واحدة، الله أعلم كم يعطي، يعني في باب المرضى، في باب المساكين وغير ذلك، يعطي هذه الجهة، يعني معهد في الشهر الواحد 100,000 ريال سعودي كل شهر، يعني ما يقارب يعني 450 مليون روبية، 450 مليون روبية في الشهر الواحد. ما أن مرت يعني سنوات قليلة، سنتين أو أكثر من ذلك، إلا وفتح الله عليه فصار مورد كبير لجميع يعني المواد الغذائية، مورد كبير، حتى أصبح الآن مورد للسيارات. من أين هذا؟ ببركة الإنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وما تنفقوا من خير يعلمه الله، وما تنفقوا من خير يعلمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، الصدقة لا تنقص المال بل تزيد المال. قال: إلا أن المهم ذكر أن مانع الزكاة فاسق، أي الذي يمنع الزكاة ولا يؤديها مرتكب لكبيرة من الكبائر. قال: ومنكر أنها فرض من الله كافر، أي من أنكر أن الزكاة فرض والزكاة ليست بفرض فهذا كافر، أنه أنكر ركن من أركان الإسلام. أما من قال الزكاة فرض واجب لكن ما يعطيها، هذا مرتكب لكبيرة. قال: الركن الرابع الصيام.
الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام. قال: وهو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات في نهار شهر رمضان من كل عام، ومن كان له عذر فليفطر ويقضي بعد رمضان، ومن لازمه عذره لكبر عمر أو مرض فإنه يطعم عن صيامه. الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس في نهار رمضان. هذا هو الصيام، أي الواجب كما سيأتي معنا. فالصيام أي صيام شهر رمضان بشروطه ومعروف، هذا في باب الفقه. قال: ومن كان له عذر، سفر، مرض، المرأة أعذارها مبيحة لها الفطر، يفطر ولكن يقضي. فالعاجز في باب رمضان والمعذور في باب رمضان على قسمين: معذور طارئ عذره كالمريض كالمسافر والحائض والنفساء والمرضع والحامل. والمريض مرض يرجى برؤه، هذا طارئ، هذا عليه أن يقضي، يفطر وعليه أن يقضي أيام ما أفطرها. أفطر 4 أيام يقضي 4، أفطر 5 يقضي 5، أفطر أكثر أفطر أقل يقضيها. والعاجز الثاني هو العاجز لعذر مستمر كمرض مزمن، السرطان أو مرض السكري في درجاته، في أعلى درجاته، أو المصاب بالفشل الكلوي لا يستطيع أن يصوم. وقد قرر الأطباء أيضا كمرض السرطان والسكري، قرر الأطباء أنه لا يستطيع أن يصوم، وإذا صام سوف يلقي بنفسه إلى التهلكة، إلى الموت. فهذا مرض لكن مستمر. وكذلك كبير السن الذي ما زال عقله موجود، أن بعض كبار السن يصل إلى حالة لا يعقل، مجنون، هذا ما عليه شيء. رفع القلم عن 3، ومنها عن المجنون إذا كبر سنه. الشائب، المرأة أو الرجل إذا كبر سنه وأصبح لا يعقل، هذا لا يجب عليه الصيام. لا يقول قائل هذا كبير السن نحن نطعم عنه، لا يجب عليه الصيام ولا إطعام، أنه ليس بمكلف. لكن الذي كبر سنه وما زال عقله موجود لكن لا يستطيع، ضعيف لا يستطيع أن يصوم، هذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين، يطعم عنه عن كل يوم. وكذلك الذي تقدم معنا المريض مرض قال الأطباء أنه لا يرجى برؤه، لا يمكن أن يتعافى إلا بإذن الله، إرادة الله فوق كل شيء. لكن المعروف أن هذا يستمر به المرض حتى الموت، وهذا المريض لا ينبغي له أن يصوم، إذا صام سوف يهلك. هنا أيضا هذا يجب عليه الإطعام، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، ولا يجب عليه القضاء. قال: ولا يجوز المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان حتى لصاحب العذر، ولا ينبغي أن يؤخر القضاء إلى عام آخر. نعم، لا يجوز المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، أنه يجهر أمام الناس يفطر. فالإفطار من تعمد الإفطار
هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لغير عذر، تعمد الإفطار لغير عذر مرتكب لكبيرة. ومن أنكر وجوب الصيام مثل الزكاة، من أنكر ركن من أركان الإسلام فإنه يكفر، لكن هو لا ينكر وجوب الصيام لكنه يفطر ما يصوم، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك صاحب العذر، صاحب العذر إذا جاء رجل مسافر ووصل إلى بلدة وهو مسافر، وصل إلى بلدة وهو مسافر، يجوز له الفطر، هو معذور، لكن لا ينبغي له أن يظهر أمام الناس إلا إذا كان مع أناس هم في نفس العذر، في حال السفر مثلا، في السيارة، في القطار، في الطائرة، هذا لا بأس لأنهم أمام أناس معذورون كلهم. لكن وصل إلى بلدة يعني بعض الناس ما يعرف أنه معذور، إذا شاهدك من بعيد ما يعرف أنك مسافر، إذا جئت إلى هذه البلدة قد يعرف البعض أنك مسافر، لكن بعض الناس لا يعرف أنك مسافر، فلا ينبغي أن تظهر الفطر. لا، أنت معذور، نعم جائز لك أن تأكل، أن تفطر جائز لك، لكن اخفه لكي لا يشك الناس فيك ويتهمك الناس. قال حتى لصاحب العذر ولا ينبغي أن يؤخر القضاء إلى عام آخر، أي القضاء يكون في يعني قبل رمضان الذي بعد، مثلا الآن عام 1446 رمضان، أفطرت أنا لعذر مثلا 5 أيام أو حتى 20 يوم، ينبغي لي ويجب علي أن أصومها قبل أن يأتي رمضان الثاني في عام 1447. لا ينبغي، لا يجوز تأخير حتى يأتي رمضان آخر تصوم بعده، لا ينبغي ذلك ولا يجوز، بل يجب أن تصوم قبل أن يأتي رمضان الآخر. قال وليس هناك صيام واجب غير رمضان إلا الكفارة أو النذر أو القضاء، ما في هناك صيام واجب غير رمضان، واجب هكذا مطلقا كرمضان. رمضان واجب أن يصام شهر، ما يأتي يقول واجب صيام يوم عرفة، أو واجب صيام 6 من شوال، أو واجب صيام تاسوعة وعاشوراء، أو واجب صيام الاثنين، أو واجب صيام الخميس، أو واجب يعني صيام بعض أيام من رجب، أو واجب صيام ليلة النصف من شعبان. ما في هناك واجب مطلق إلا رمضان، إلا الكفارة. أي كفارة؟ كفارة القتل، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة يعني قتل الصيد في الحرم. هذا صيام يجب، لكن لماذا يجب؟ هل لأن الله أوجبه هكذا مطلقا مثل رمضان؟ لا، لتكفير عن الحلف، حلف ولم يستطع أن يطعم وحنث فلم يستطع أن يطعم، انتقل إلى الصيام. قتل مؤمن خطأ ليس بمتعمد، خطأ، يجب عليه الصيام 2 شهرين متتابعين، وغير ذلك من الكفارات. أو النذر، نذر أن يصوم 10 أيام، نذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر، مع أن النذر الصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز، إنما يستخرج به من البخيل. بعض العلماء ذهب إلى أنه محرم،
وبعضهم ذهب إلى أنه مكروه، إلى أنه مكروه. هذا النذر في طاعة الله، أما النذر في معصية الله هذا شيء يعني مجمع عليه أنه محرم. لكن نذر في طاعة، نذر أن يصوم، نذر أن يذبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. فلا يكلف العبد نفسه شيئا لم يكلفه الله، ولا يوجب على نفسه شيء لم يوجبه الله عليه. يكفي العبد أنه يقوم بالأمور التي أوجبها الله عز وجل عليه، إذا قام بها خير قيام جزاه الله خير، ويقوم بالمستحبات. لا يأتي يكلف يقول أنا أريد أن أجتهد، أريد أن أفعل. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت لماذا تكلف نفسك بشيء لم يكلفك الله، وتوجب على نفسك شيئا لم يوجبه الله عز وجل عليك؟ هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، لأنك لربما تقصر في الواجبات أو في المستحبات، وإلا إذا قمت بالواجبات والمستحبات فأنت لن تلقى فراغ لأن يعني تزيد فوق ذلك، ولن تلقى استطاعة أن تزيد فوق ذلك. فلا ينبغي للعبد أن ينذر. قال إلا الكفارة أو النذر أو القضاء، أي قضاء أيام رمضان، هذا واجب. أنت أفطرت في رمضان لعذر، واجب عليك القضاء. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.